يا صباح الخير، يلا بينا مصيف. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله. يلا بينا. يلا بينا يا جماعة. أستاذ سكري عايز تروح المصيف؟ أخدناهم معانا يا جماعة، العيال قالوا لا خلونا ناخدهم انبسطوا معانا هناك. خدنا لهم الرمل وخدنا لهم الأكل وخدنا لهم كل حاجة. ريم ومزوز نزلوا يجيبوا دوناتس ومعانا شاي وقهوة، وما خدناش معانا بقى حاجة. احنا رايحين الساحل بإذن الله. اخدت يعني عارفين اللي هو توابل، انا واخده ملح وفلفل، ملح وكمون، بهارات، ملح ساده، فلفل ساده، شويه حبهان، شويه ورق لوري كده، يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن لو اضطريت ان انا اعمل اكل ولا حاجه هستخدمها. اخدت معايا مثلا كيس رز، كيس مكرونه لو برضو اضطريت لهم يعني، ازازه زيت صغيره، بس. صباح الفل يا باشا. صباح الخير. صبح عليك تفاحه كده يعني. بصوا يا جماعه، ابتداء من اللوحه اللي كان مكتوب عليها الاسكندريه 190 كيلو، بدأ معانا شبوره عاليه جدا لحد مثلا قد ايه، حوالي يعني مشينا حوالي 5 كيلو كده. شبوره جامده قوي، كل شويه ندخل في شبوره ونطلع. فخلوا بالكم يا جماعه من الطريق اللي ماشيين اليومين دول. يا خبر ابيض، بصوا يا جماعه دخلنا في منطقه تانية بعد اليافطه بتاعت كام كانت 150 على اسكندريه. بصوا يا جماعه الطريق مش باين خالص، احنا طبعا ماشيين مشغلين فلاشر. ربنا يستر طريقنا وطريقكم يا رب. جماعه احنا دخلنا عند اول بوابات في طريق العلمين. يا عيال، هما مش كانوا بيوزعوا مسحوق غسيل؟ ايوه ورا المسحوق الغسيل بيوزعوا حاجات كتير قوي. يا جماعه اكتبوا لنا هما بيبقوا واقفين فين بالظبط، ولا في مدخل مرسى مطروح، ولا اخر الاسبوع، ولا ايه؟ عشان نروح نجيب مسحوق منهم ولا عايزه كيس مسحوق. اي حاجه، الحاجات دي بتفرح قوي والله. كنت شايفه لهم مقطع كده، ناس مصورين بيوزعوا مسحوق وعصاير وحاجات كتير قوي. طب منزلي يا رهفه، طلع علبه مسحوق من اي مكان نودي على حد يسكتني، ايوه حد يسكتني. نقف على جنب ويقف تيجي بقى من بعيد وتوزع علينا، ان هي اللي بتوزع وكده. احنا كلنا يا جماعه كنا منتظرين هذه اللحظه. انتوا جايين المشوار عشان المسحوق. يلا نرجع بقى. عشان تعرفوا بس، الام المثاليه هي اللي بتبقى قاعده معاها ترامس الشاي. الام المثاليه رزق. ده ايه دوت بجد يعني. لا مش هناكل من حاجه بالعافيه يا حبيب قلبي. ايوه اتفضلي. الام السلعه يا عم، طلعت الترامس اللي ما بتطلعش الا للغاليين. اتفضلي يا ريم. وصلنا الحمد لله على السلامه. يا احنا الخضره والميه لسه قافلينها والوجه الحسن. اجواء المصايف بقى، ما عندناش وقت خالص. بحر طيب. منور الساحل يا باشا. هلا هلا هلا. اهلا بيك. يا مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا بالخواجات. اهلا وسهلا. الكثير من المخزون للنحل. لا ما احنا عايزين نكتشف على طول، مش هنقعد نفكر يعني. قلنا ما ننزل نبص بصه كده، ولبسنا مايو وهاتنا لا عجبنا الدنيا نغوص. اللون يا ولاد، اللون. يا مساعدة. وطبعا كالعادة البحر هيبقى معانا جميل أول يوم،
وتاني يوم ربنا يستر بقى، لان انتوا عارفين ان انا بركه يا جماعه. منور يا بوشي، منور. يا رب يفضل كده كل يوم. هو دايما استقباله لينا كده بيبقى حلو. تاني يوم الرايه صفرة، تالت يوم الرايه مش عارف ايه. لا ان شاء الله تفضل كده، تبقى ايام حلوه باذن الله. حمسه يا ريم. يلا لون الميه. برضه ما بحبش الساحل، انا حر. قلت لك يا مزوز هتندمي، قلت لك هتندمي. انا مش ندمانه يا رهب. جو جميل جدا يا جماعه في الساحل. اليومين امس واليوم جميل والله، تحفه. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا كنت معتقده ان هنيجي نلاقي انه تسونامي، ما لقيناش انه تسونامي. البحر بتاع الساحل معرفش بقى الجو في المنطقه الجغرافيه في مرسى مطروح مقلوبه ولا لا. الناس اللي موجودين في مرسى مطروح يكتبوا لنا. ما شاء الله الجو هنا تحفه بصراحه، جميل. والبحر زي ما انتم شايفين والله حلو جدا يا جماعه، والله انبسطنا قوي قوي قوي. وكمان احنا عشان مطبقين من امبارح، فاللي هو مضطرين نروح ننام. وبعدين بقى حتى مزوز راحت من شويه تشوف اكل، قال لها مفيش دلوقتي، فاحنا ننام شويه ونقوم نطلع بقى بره القريه خالص ونشوف بقى المطاعم وكده اللي هنا. نروح هنا العالمين هنا. بصوا انا جايبه لكم اندومي. ممكن لو جعانين قوي ومستعجلين، ايه رايك نعمل اندومي في السريع كده؟ لا، ما هي المطاعم بتشتغل على الغدا هنا، المطاعم جوه بتشتغل على الغدا عادي يعني. مش لان قله النوم كمان موترانا، مخلينا مش مركزين. ولو مستعجلين المطاعم هي رهف اهي في العالمين جنبك اهي، لو كبرت صوره جنبك 5 دقايق تلاقيها. لا مش 5 دقايق، ممكن تلت ساعه. لا يا دوبك القريه الثالثه يمكن 10 دقايق بالظبط، 7-8 دقايق. يلا وهنصور لكم كل حاجه يا جماعه. عموما اتشجعوا اللي ناويين يروحوا الساحل، البحر اهو زي ما انتم شايفين، يعني مفيش اي حاجه ولا الدنيا مقلوبه ولا حاجه يعني. بكره بقى نشوف. انا عارفه ان بكره هيبقى في حاجه. لا حلو ان شاء الله. اسودت يا ولاد؟ لا لسه ما اسودتش، لسه ما غمقتش. تعالي كده وريني يا بوري. لسه اول يومين احنا، يعني امس واليوم هنغمق، لسه يومين. وريني تعالي كده. مزوز هي اللي متضايقه قوي يا جماعه على اللون. تعالي. اسودت؟ كله بيسأل نفس السؤال. انا لوني لون قلبي بالظبط، انتوا عارفين طبعا يا جماعه قلبي ابيض. هنروح نتغدى بقى يا جماعه وريني يا ريم. اسمريتي؟ لا لسه يا جماعه. معلش يا جماعه انا بجمع لكم يعني الفيديوهات على مدار يعني مش نفس اليوم، لان بلاقي نفسي مش قادره اصور طول الوقت، فاللي هو انا بحاول برضو ان انا ابسطكم معايا وتعيشوا الاجواء معانا وكده يعني. فاللي هو بجيب لكم لقطه من هنا ولقطه من امبارح ولقطه من بكره وانزلها لكم كده في فيديو تبقوا انتم مستمتعين وانتم بتتفرجوا عليه يعني. هنجيب كفته وشيش طاووق، طبعا كل حاجه موجوده هنا بلبن، العبد، سالي سكري، لافوار، فك شاورما، ابو ربيع، كل الحاجات اللي احنا نعرفها، وبتوع الكبده وبتوع الكشري، وفي ابو طارق برضو بتاع الكشري موجود يعني. تعالي يا مزوز، مش هنقعد فوق بقى في الحر، نقعد تحت هنا احسن. ايوه في ترابيزه كشري عم فاروق. اعتقد ان الاسعار عاديه. وفي ورانا زهران ماركت، قلنا لهم نجيب بقى المشروبات من هناك، اي حاجه متلجه يا ريم. هو الكفته كان ب 550 زي القاهره نفس الاسعار. لما نجيتوا للحق انا كنت عايزه اكل فول وطعميه، يعني نفسي في قرص طعميه كده. طب ما نقول له ما نجيب لك، قاعده توصف في طبق فول بالزيت وطبق مش عارف والله طبق زيت وليمون وكمون وبتاع. طب ما نجيب لك. لا ما خلاص بقى احنا طلبنا كفته. نزلنا نجيب حاجات من السوبر ماركت بتاع زهيان.
فاكتشفنا انه في حاجات هنا اللي هي ارخص من الكشك اصلا، يعني طلعت الحاجات هنا في الساحل ارخص من ايوه الكشك. احنا كنا فاكرين ان السوبر ماركت هنا هيبقى غالي جدا، بس طلع ارخص. اول مره تصدقيني يا موزه لما قلت لك ان الكشاك اللي جه عندنا في المقطم اللي جنب البيت اغلى من حياتي، صح؟ طلع أيوة. الساحل الشمالي اغلى من الكشاك. ازازه الميه في الساحل الشرير بكام؟ الشرير اه 800 جنيه ممكن. انا كنا في الساحل الشرير مره ولقيت ازازه الميه ب 800 جنيه، جبتها له من على الانترنت، ثمنها في امريكا، ثمنها في السوبر ماركت في قلب امريكا $1.80. ايوه عملوا دراسه قبل كده والله على العظيم الموضوع ده فعلا. $1.80. هنا بيبيعها ب 800 جنيه ب 900 جنيه ازازه الميه. هي مش عشان سعرها كده، هم مش عاوزين حد يروح عندهم من المساكين اللي زي حالاتنا والفقراء. يعني مثلا البريل انت بتجيبيه بكام من الكشك عند بيتنا يا منزول؟ 25. ب 25، هنا ب 19، يعني تحفه جدا يعني. دخلنا جبنا شويه جبنه ولانشون وبيض وزبده من زهران، وازازه ميه كبيره اللي هي بتبقى ال 20 لتر ديت.